السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح يا حلوين. بصوا انا كدابه، مش من امبارح، انا لسه بعمل فيديو تاني. بصوا انا ما بلبس يا جماعه خلاص كده، انا ايه هقعد مثلا اعمل 3 4 فيديوهات. طيب عشان ايه ما اضيعش وقتكم. بصوا يا جماعه، انا قناتي ان شاء الله ان شاء الله ناويه اعمل حاجه معينه. انا برجع للزمن القديم. انا حياتي كلها زمن قديم، يعني انا احب اتفرج على مسبيرو زمان، اتفرج على افلام ابيض واسود، افلام قديمه، اقرا كتب قديمه، يعني ما اروحش اشتري حاجات جديده. آمم، طيب عشان بس ما ارغيش، انا بارجع تاني للقديم زي ما قلت لكم، فرجعت للجليسرين. انا والله العظيم مش رجعت له، انا باظلم نفسي. هو اصلا موجود على طول على تسريحتي، ولكن من كتر ما الناس بتتكلم، والبلوجرات والكلام ده بيتكلموا على المنتجات الجديده، مش عارفه من ماركه ايه وماركه ايه وماركه ايه، مش عاوزه اقول البراندات دلوقتي لان هم كتير جدا جدا فهنسى طبعا. فايه، فقلت ياي ايه الجليسرين ده رخيص، ده مش حلو، ده مش هيجيب نتيجه. اجيب الحاجات التانية معالجه احسن، محطوط فيها مكونات افضل، الكلام ده كله زي ما التسويق، ما هو ده عالم التسويق وعالم عالم اداره المشاريع والتسويق وانك يخلوكي يبهروكي بحيث انك تشتري بجد. ويخلوكي يعملوا لك غسيل مخ، يخلوكي ترمي كل حاجه عندك موجوده وتقتنعي بكلامهم، حتى لو الحاجه اللي عندك مريحاكي برضو بتروحي ترميها. انا لان انا بعمل كده. فانا يا جماعه بصراحه بقيت ماشيه دلوقتي المبدا، اروح اشتري الحاجات القديمه اللي هي انا بطلت اشتريها، اللي انا نسيتها، لا بفكر نفسي بقى وبشتريها. والله العظيم يا جماعه الجليسرين ده يعني، طبعا انا عايزه ايه اتطور شويه في حته معينه. هو دلوقتي انا جايباه من الصيدليه، ودلوقتي في طالع اللي هو ايه، اللي تجيبي جليسرين نباتي عضوي حاجه كده، ده بيبقى اغلى شويه، بس اغلى ايه مثلا ب 150 جنيه ولا حاجه، يعني مش حاجه برضو بالنسبه لغسولات انت بتجيبيها، بالنسبه لحاجات كتيره جدا انت بتجيبها ممكن نخش ب 1000. انا رحت مره اشتريت ميه حراريه للوش ب 1000 جنيه، يعني اللي هي سيرمال ووتر دي، ولا عملت اي حاجه، بلح برضو يعني. بس عامل لها ايه، عامل لها دعايه محترمه. طيب، مع ان جل الصبار ممكن يعمل يجيب نفس النتيجه او يعمل نفس الوظيفه بتاعتها، او شان جل، او مثلا من ماركه اسمها تيرسز ايرا كير بتعمل نفس النتيجه. طب عشان بس ما نتشعبش قوي في المواضيع، ارجعوا يا جماعه هاتي جليسرين. بص هاتي ازازه جليسرين، بس استغلي من الصيدليه شويه. ما تروحيش مثلا اقول لك حاجه بخمسه وحاجه ب10 وبتاع تروحي تجيبي ام خمسه، لا نستغلى شويه. كده كده هو سعره اصلا مش عالي، مهما عالي مش عالي برضه. هتحطيها على تسريحتك تمام. اما تحسي ان انت وشك عايز يترطب، هتروحي تحطي نقطه وتدهني بها وشك، تعملي بها وشك برضه، ما تكتريش، واقعدي ساعه او ساعتين بحيث ان وشك يشربه. وبعدين نامي، حطي على ايدك ووشك وشوفي. اصحي الصبح وادعي لي، انا عارفه متاكده هتيجي وتدعي لي، والله العظيم دعوه حلوه. البرد اشتغل ماشي، هتدعي لي دعوه حلوه. طيب بيعمل ايه الجليسرين؟ بيرطب الجلد، بيشيل اي تقشقات، اي التهابات، جلدك محمر، جلدك لو انت عملت مثلا اي حاجه في وشك وسكراب ولا حاجه وشك التهب، حط جليسرين بس نقطه، ما تكتريش. آم، مفيش بقى، هو انت لما بتحطيه اصلا مش بتمر بمرحله ان جلدك خشن او انت او جلدك اتشقق، لا مفيش بقى الحكايه دي. من ضمن الحاجات قبل ما انسى، بس لان عارفه ان الفيديو هيقطع، ما بيستعملوش كل يوم لان هو مرطب جامد 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 جامد. اوعي تستعمليه كل يوم، اوعي اوعي اوعي. ممكن تستعمليه بالكتير قوي لو انت عندك جفاف يوم او يوم، لا او مثلا يومين في الاسبوع تمام. ارجعوا يا جماعه استعملوه وانت تشوفوا نتيجه روعه. يعني انا بيخلي البشره منوره، البشره ما فيهاش جلد ميت، البشره بيتزيق كده من النظافه، بيرطب بيرطب بيرطب، يعني يمكن 5 ولا 10 اضعاف الكريمات المرطبه. يعني انا شاريه موند اهو، موند عاجبني وكل حاجه، بس ده سبحان الله بيرطب اكتر من موند، سبحان الله. هل منذ وحش؟ لا، انا عايزه يا جماعه ادخل في ايه، في مرحله منعطف تاريخي، اللي هو ايه، انا عايزه ابطل احط كيماويات كتير على وشي وعلى شعري. أنا اصلا هعمل لكم ترند دلوقتي، ممكن اصلا تشيلوا الاشتراك بتاعكم. انا هعمل لكم ترند دلوقتي ان شاء الله، بس يمكن يعجب ناس وتقتنع، ويمكن ما يعجبش ناس. فانا بالنسبه لي عايزه ابطل احط كيماويات كتير على شعري وعلى بشرتي وعلى والكلام ده كله بصراحه. يعني عايزه اخش ابتدي اتوجه للتوجه ده، يعني ايه، لا ارجع تاني حاجات طبيعيه، حاجات اقل ضررا. ممكن برضو الجليسرين ده يبقى مثلا، يبقى لانه حاجه مصنعه في الاول وفي الاخر، هو حاجه مصنعه، بس ممكن يكون اقل ضررا من كريمات، من الكريمات اللي بيبقى فيها بقى مواد كتيره قوي، على الاقل خالص المواد الحافظه تمام. فانا داخله ان شاء الله في الترند ده، وان شاء الله نكمل مع بعض واقول لكم على حاجات حلوه قوي جدا هتعجبكم. بصوا يا جماعه، اول حاجه دلوقتي هتقومي تلبسي لبس حلو كده، اول ما تكوني خارجه لازم تلبسي حلو وتتشيكي وتبقى قمر. اوعي تلبسي الازاز وتخرجي، اوعي تلبسي اي كلام، لا انت اميره، انت ملكه، انت برنسيسه تمام. فهتروحي، ما بهزرش والله بجد بجد. فروحي انزلي الصيدليه، جيبي ازازه جليسرين وحطها على تسريحتك واركني كل حاجتك دلوقتي، وخليكي مركزه في الجليسرين اسبوع واحد اسبوع واحد اسبوع واحد ماشي.
لقيتيه وحش تعالي قولي لي، اعملي ديسلايك على الفيديو ده وقولي لي ايه اللي انت بتقوليه ده وايه الهبل اللي انت بتهبليه ده. جربوا يا جماعه الجليسرين، ارجعوا للجليسرين. ولسه بقى طبعا هرجعكم لحاجات تانية قديمه جدا انتوا نسيتوها وانا كمان ناسيها، بس هرجع افكر نفسي بيها. الجليسرين يا جماعه ارجعوا اشتروه، ارجعي لو انت عندك مشوار بكره اشتريه، اشتريه بجد. واللي تشتريه تيجي تقول ان هي اشترته. ولو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم عايزه لايك واعملوا كومنت حلو، والفيديو خلص مره واحده كده، الفيديو خلص لانه الكلام مش كتير يعني. آم، انا بس لان انا افتكرت الجليسرين وابتديت ان انا مركزه معاه بقالي فتره، بقالي اسبوع كده، فحاسه النتيجه حلوه قوي، حلوه قوي قوي يعني. وان شاء الله نحاول واحده بواحده كده نلغي الشامبو ونلغي الكريمات اللي فيها مواد حافظه كتير ومواد مصنعه كتير والكلام ده كله. هنحاول يعني على قد ما نقدر. طبعا لو الشركات سمعتني ممكن يعني ان شاء الله يقيموا الحد عليا. الشركات طبعا هم راس مالهم وحياتهم كلها قايمه على المبيعات والكلام ده. بس انا بجد بجد لو ده يعني لو انا قدرت استغنى بيه عن موندو، انا مش هشتري اي كريمات تانية، لان يعني موندو ده كان اخر حاجه حلوه اشتريتها. فلو قدرت استغنى عن موندو، اللي هو فين موندو، لو قدرت استغنى عنه هو بقى خلاص. انتوا عارفين شكله طبعا، شوفوا الفيديوهات القديمه. بجد بجد لو قدرت استغنى عن موندو وجليسرين قدر يعمل الحركه دي، خلاص هعتمده طول عمري. وطبعا كده كده في الصيف المرتبات ما تبقاش كتيره زي الشتاء، فانا معتمده ده على ده، لان ايه انا ما بقدرش الاقي ايدي ناشفه يا جماعه، ولا ايدي مش عارفه فيها ايه. انا دايما يا جماعه بصوا ايدي دايما فيها لمعه كده، يعني على فجاه كده شوفوا ايدي فيها لمعه وكده. وشي الحمد لله يعني. دول راس مالنا يا جماعه، وشك وشعرك وبشرتك وايدك ورجلك وقدمك والكلام ده. ده طبعا راس مالنا، مش راس مالنا بس، لا طبعا بالثقافه بالاحترام بالادب وكل الحاجات دي. فانا هنقفل بقى الفيديو لان لو دخلت في الحته دي مش هقفل. ماشي، يلا مع السلامه يا حلوين. قبل ما تمشي اشتري جليسرين، اشتري جليسرين، اشتري جليسرين. ده ماركته اسمها ايه، اوبال حاجه كده، اوبال حاجه يعني. طبعا هتلاقي ماركات كتيره قوي قوي يعني. اشتري الغالي يعني، الغالي ومهما غلي مش هيزيد عن 50 جنيه ولا 70 جنيه يعني. ماشي، على ما انا ادور على العضوي او النبات العضوي ده واشتريه واقول لكم اشتريته منين. خلاص اتفقنا. هتعملي ايه اول ما تقفلي معايا؟ هتروحي تشتري جليسرين. لو سمحت لو وصلت للجزء ده، شفت انا تعبانه ازاي عشان قايمه من دور برد جامد. لو وصلت للجزء ده اعملي لايك واعملي كومنت حلو، وانا بحبكم قوي قوي. واشتركي في القناه عشان ما ابطلش بجد. لو بجد لو والله العظيم لو لقيت الريتش زي ما هو كده ما بيعلاش، انا بشوف مشاهدات حلوه لكن ما فيش اي لايكات ولا في، لا تشتركي وتعملي لايك وتعملي كومنت، غير كده مش هنزل حاجه تاني، هعتذر بجد هعتذر. ماشي، يلا مع السلامه يا حلوين، باي باي.